اللهم أعط كل منا سؤله فيما يرضيك. توصف دبي بدانة الدنيا ازدهارا في كل مجالات الحياة، لكن ذلك لا يشغلها عن الامتياز في رعاية شؤون الدين، إذ لها في كل مجال منه مكارم. وهنا مجال آخر، خدمة خير كتاب نزل للناس في خير الشهور. جائزة دبي للقرآن أرقام وإنجازات. لدينا 14 فرع، في كل فرع لدينا وأرقام ضخمة. 1450 تقريبا حافظ قرآن من العالم كله أتوا إلى دبي وقرأوا في شهر رمضان طوال 20 عام. جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم حرصت أن تكون في كل سنة مع الجديد لأنها في دبي. وصلنا هذه السنة إلى التحكيم الإلكتروني. في السابق كان عضو لجنة التحكيم لديه ورقة وقلم، مجرد ما ينتهي المتسابق من التحكيم تجد أن النتيجة ظهرت ووصلت إلى لجنة التحكيم، وإلكترونيا ظهرت الدرجة التي حصل عليها المتسابق. المكان غرفة دبي، دقائق وينطلق الحدث الكبير مع بدء منافساته اليومية بين أبطال الجائزة حفظة كتاب الله الآتنا من كل بقاع الدنيا. في هذه الأثناء المنافسات على أشدها كسائر الأيام، والمشاعر مختلطة لدى المتسابقين. منافسة شديدة بالفعل، يعني منافسة شديدة. نعم، أنا أرجو أن أكون من العشر الأوائل. المنافسة في هذه المسابقة جائزة دبي قوية جدا. أنا شاركت في المسابقات في قبل في جائزة الكويت وكذلك جائزة الخرطوم، لكن وجدت المنافسة هنا أقوى من المسابقات التي شاركت في قبل. شرف لي أن أكون يعني في مشارك، يعني ممثل الجزائر في هذه الجائزة، لأنها تعتبر من المسابقات القوية. يعني حدث يعني له أثر في النفس يبقى يعني مدى التاريخ. دعوات الأهل لا تفارقهم، ومعها أحاسيس جياشة من السرور والفخر. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. أنا أحس لو كان ابني في هؤلاء المسابقين، يعني هكذا أحس بالفرحة وبالسرور. هذه القيمة العاطفية لأداء الأبناء، لكن للجنة المشايخ المحكمين تقييم آخر ومعايير أخرى لا تلتفت إلا لمقدار الإجادة. جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم علاماتها من 100 علامة، 70 علامة منها على متانة الحفظ، و25 علامة على أحكام التجويد وحسن الوقف وحسن الابتداء، و5 درجات على حسن الصوت وجماله. لما يكون المتنافسون الأقوياء كلهم تقريبا عالين، تصير المفاضلة أحيانا بالدرجة بل بأجزاء الدرجة. أولئك أبطال السباق نحو الجائزة، لكن هناك أيضا أبطال من الإمارات يستبقون التطوع في الخيرات من أجل إنشاحها، يشتعلون نشاطا ويشتغلون كخلية نحل. جميع المتطوعين الحمد لله هنا يعملون كخلية نحل. عدد المتطوعين الموجودين تقريبا 64 متطوع، بين على خدمة الناس وبين يعني الحكومة أو الدولة أو الحاكم يعني أدخل فينا حب هذا العمل. لذا تشوف جميع المتطوعين الموجودين هنا يعني فعلا يريدون أن يخدمون كتاب الله ويخدمون حفاظ كتاب الله. يعتني الشباب المتطوعون بالمتسابقين على اختلاف جنسياتهم وأعمارهم، وبينهم حفظة صغار في العمر كبار في القدر والشان برزوا هذا العام. نورهم يسعى بينهم، ولهم في الناس احترام وغبطة وحسن مقام. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تحتدم المنافسة هنا على امتداد 20 يوما في حفظ نور القلوب كتاب الله، وفي المقابل تستمر جائزة دبي للقرآن الكريم في منافسة نفسها منذ 20 سنة في الاحتفاظ بشرف كونها الجائزة الأرفع في خدمة كتاب الله. حمزة دباح، شبكة قنوات دبي، لبرنامج مدارات رمضانية.